اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم سوا ازاي نرتب المطبخ كل يوم قبل ما نبتدي نشتغل فيه بخطوات بسيطة وسهلة، وكل خطوة فيهم هتخلي مطبخك يلمع من غير تعب ومن غير اي مجهود. اول خطوة هنبتدي بيها هي تجميع كل حاجة مش في مكانها. هنشيل الاطباق والكاسات والكوبايات ونحطها في مكانها الطبيعي. بعد كده اي اجهزة صغيرة زي الكبة، الهاند بلندر، الخلاط هنشيله برضو في مكانه الطبيعي. غطيان الحلل بتبقى عاملة لنا أزمة كبيرة قوي في المطبخ. نجيب منظم يكون يقدر ان هو ياخد الغطيان ونحطه في قلب المنظم ونشيله في المطبخ من تحت او في اي مكان تحبه. كده نكون احنا وفرنا مساحة في المطبخ. الخطوة الرابعة تنظيف الأسطح. هنمسح الأسطح كلها باستخدام منظفات طبيعية ومطهرة زي الخل والليمون. هتلاقي المطبخ بينور والريحة هتبقى حلوة فيه. بعد كده بنرجعهم تاني ونرصهم في مكانهم الطبيعي. الخطوة الخامسة ترتيب التوابل. لو التوابل محتاجة العلب بتاعتها تتنضف أو تتغسل بنغسلها وبنرجع نحط فيها التوابل من أول وجديد. وطبعا بنشيك على البوتاجاز قبل ما نبتدي شغل فيه. وأخيرا بتبتدي تضيفي لمسة بسيطة من عندك زي فازة ورد بسيطة أو ترتيب الفوط بتاعة المطبخ في مكان معين. هتلاقي المطبخ دخل فيه إحساس من الهدوء والترتيب والراحة، وبكده يكون المطبخ جاهز للشغل فيه وعمل فيه أشهى الأكلات. جربوا الخطوات دي وقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم اشتركوا في القناة.